تخيل عالم تقدر تتفرج فيه على ذكرياتك زي ما انت بتتفرج على الفيديو ده. يكون تقييمك على السوشيال ميديا هو اللي بيحدد قيمتك كإنسان، ويكون الذكاء الاصطناعي عارفك أكتر من والدتك. ده مش عالم بعيد، ده بلاك ميرور بيتوقع ان يكون ده المستقبل خلال 10 15 20 سنة بالكتير من دلوقتي. والنهارده هقولك انت ليه لازم تشوف بلاك ميرور. فسواء انت بتحب القصص التكنولوجية او القصص النفسية او الديستوبية، او بس عاوز تتفرج على حاجة ممتعة وتخليك تفكر في أسئلة وجودية عن الواقع اللي انت عايشه، فبلاك ميرور لازم تشوفه. وانا جاي عشان اقنعك ليه لازم تشوفه، وتبدا من انهي حلقات، وترشيح للحلقات اللي هتغير نظرتك للحياه بشكل عام. فصدقني كمل معايا الفيديو للاخر. في البدايه محتاجين نعرف ايه هو بلاك ميرور. بلاك ميرور مسلسل بريطاني بحلقات منفصله من صنع تشارلي بروكر. كل حلقه ليها قصتها بشخصيات مختلفه ومكان مختلف وكوابيس تكنولوجيه مختلفه. فده معناه انك مش لازم تشوفه بالترتيب، انت ممكن تتنطط بين الحلقات براحتك عادي. بس سحر بلاك ميرور مش بس في التكنولوجيا، هو في الطريقة اللي بيربط بيها بين النفس البشرية والحب والخوف والهوس والإدمان والتحكم. كل ده جوه طابع تكنولوجي مستقبلي. فكلمة بلاك ميرور أصلا معناها الشاشة اللي أنت بتتفرج عليا منها دلوقتي، شاشة موبايلك أو اللابتوب بتاعك. وأنت باصص على الشاشة دلوقتي أنت شايف وشك جوه مراية سودا. والمسلسل بياخد الموضوع لأكتر بعد سوداوي ممكن دماغك توصله. المهم نيجي للجزء التاني، ليه لازم تتفرج على بلاك ميرور. المسلسل هتتواصل معاه بسهولة حتى لو ما بتحبش أعمال خيال علمي، لكن مفيش هنا فضائيين أو سفر عبر الزمن. كل الموضوع عبارة عن سوشيال ميديا، برامج الديتنج، الخصوصية، الكانسل كالتشر والفي ار، وطبعا حبيبنا الاي اي. فهي كلها حاجات احنا اوريدي عايشينها، ولكن المسلسل بياخد خطوة لكام سنة قدام. مش هيقولك التاريخ امتى، بس ما تقلقش، هو مش زي الافلام اللي بتبقى بتدور في سنة 2150 دي. تاني حاجة ان المسلسل بيراعي ذكائك كمتفرج، هو مش مسلسل تافه هتتفرج عليه وانت بتاكل او انت بتعمل حاجة قدام الشاشة. المسلسل ده هيسحلك وهيسحل دماغك معاه. كل حلقة هتخليك تفكر في حاجات انت عمرك ما فكرت فيها لانها حاجة مش مريحة اصلا، ودي فكرته. تالت حاجة انه ممتع، انت بتاخد قصة ببداية ووسط ونهاية في خلال ساعة او اقل ساعات. عبارة عن افلام قصيرة، مفيش كليف هانجرز واصلا انا هموت واشوف الحلقة اللي بعدها، او انك تستنى موسم كمان سنتين عشان تعرف بقية القصة. لا، كل قصة في حلقة واحدة، بصدمة واحدة، بأزمة وجودية واحدة، بكتاب واحد، يعني فاهم. رابع سبب لمشاهدته والأخير إن المسلسل معمول بشكل عظيم، مش مجرد فكرة حلوة وشقلب وقلب وخلاص. لا، كتابة كل حلقة لوحدها حلوة. التمثيل يا جماعة، في حلقات تمثيلها خرافي يعني. احنا مش متعودين ان يبقى في تمثيل حلو في المسلسلات اللي هي العادية دي. بس روح اتفرج. السينماتوجرافي، ويعني المسلسل انجليزي مش امريكي، وانا بقدر حاجات الانجليز بصراحه. كفايه اللكنه بتاعتهم، يعني انا بحب حاجات البريطانيين. نيجي بقى تبدا بأنهي حلقه الاول، لان زي ما قلت لك حلقاته منفصله، ففي حلقات افضل من حلقات اكيد. فدول ترشيحاتي للحلقات اللي لازم تشوفها. انا عايز اقول بلاك ميوزيوم. بص يا جماعه، بلاك ميوزيوم هي افضل حلقه في المسلسل كله من وجهه نظري. بس هي حلقه تقيله فشخ، يعني حلقه جابت لي اكتئاب اسبوع مثلا. فهي حلقه صعبه قوي انك تبدا بيها، بس انت لو مستعد فدوس يعني. هي دي الحلقه السادسه من السيزون الرابع. تاني حلقة طبعا زي انتاير هيستوري اوف يو. الحلقة التالتة من السيزون الأول اللي قلت لك عليها في أول الفيديو، إن ماذا لو تقدر تشوف كل ذكرياتك زي الفيديو ده كده. هتبقى حاجة حلوة لحد ما تبتدي تدمر حياتك، فروح شوف الحلقة. تالت حلقة هي نوز دايف، اللي هي الحلقة الأولى من السيزون التالت. دي اللي عايشينها دلوقتي سواقين أوبر، وأغلب البشر عموما. بقى فيه دلوقتي حوار إن كله بياخد ريتنج على أبليكيشن يعني، والريتنج ده هو اللي بيحدد قيمتك كإنسان. ورابع حلقه هي هاند ذا دي جي، اللي هي الحلقه الرابعه من السيزون الرابع. حلقه بلاك ميرور عن الديتنج ابس، يعني حلقه لطيفه وللغرابه، حلقه فيها تفاؤل وامل ونهايتها مش حزينه يعني. فدي حلقه تستحق انك تشوفها برضه. خامس حلقه هي شات اب اند دانس، اللي هي الحلقه الثالثه من السيزون الثالث. ودي حلقه ما فيهاش تكنولوجيا، بس هي حلقه موتره فشخ. يعني هي حلقه عادي ممكن تبقى بتعمل في الوقت الحالي عادي كقصه يعني. بس هي حلقه فيها ابتزاز، وواحده من اكتر النهايات الصعبه في المسلسل كله. فهي حلقه هتضايقك. سادس حلقه، بقول لك ايه، انا قعدت اعدي لك الحلقات مش هنخلص. المسلسل حلقاته كلها حلوه، روح اتفرج. قبل ما انهي الفيديو خلينا نشوف المسلسل ده ليك ولا لا. عشان بص، رغم انه مسلسل خرافي ولكنه مش لكل الناس. لو انت ما بتحبش القصص السوداويه او الحاجات دي بتجيب لك اكتئاب حقيقي، فصدقني بلاش. بس لو بتحب الحاجات الفلسفيه والقصص اللي هتثبت في دماغك فتره طويله واللي انت عارف ان نهايتها مش هتكون سعيده، فالمسلسل ده ممكن يكون افضل مسلسل انت هتشوفه. وبما انه حلقات منفصله، فانت ممكن حتى تسكيب الحلقات اللي ما جاتش معاك سكه، وبرضه هتاخد تجربه محترمه يعني. ففي النهايه بلاك ميرور مش بس مسلسل ترفيهي، لا هو تحذير وانعكاس ونبوءات كمان، من نوعيه المسلسلات اللي بعد ما بتخلص حلقه بتقعد تسرح في احداثها ساعتين وانت بتستحمى دي. فلو زهقت من المسلسلات اللي بتتعاد والموسم التاسع من مش عارف ايه، وعايز حاجه جديده ومختلفه وهتخلي مخك يفكر، فروح شوف بلاك ميرور. ابدا بالحلقات اللي قلت لك عليها.
في النهايه لو عجبك الفيديو اعمل لايك عشان اعلي الريتنج بتاعي، وقول لي انهي حلقه هي المفضله عندك في الكومنتس. عايز اعرف ايه اكتر حلقه ضايقتك فعلا. ولو انت اول مره تسمعني اعمل سبسكرايب عشان في فيديوهات كتير عن السينما والمسلسلات جايه. وسلام عليكم.